السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم أحلى أخوات في الدنيا. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من شيف السعادة. معاكم نجوى. النهاردة بقى معانا الأوردر الجميل ده، أحلى تورتاية. دي تورتاية مقاس 24، بسيطة وسهلة خالص، وهنعملها بكل سهولة، وهتعمليها بطعم تحفة أحلى من المحلات بمراحل، وطبعا نظافة وجودة. فالنهارده بقى اللي حابه تتابع معايا الاوردر البسيط ده وازاي الخطوات البسيطه هنعملها، تشوف معايا الفيديو. وده الكيك الاسفنجي اللي انا عملته قبل كده في حلقه على القناه، برضو في فيديو تاني. طبعا هش جدا، الى يعني ما تتخيليش قد ايه كان هش. الكيك ده انا عملته في نفس اليوم، يعني لو قعد معاكي مش هيعمل فرافيت ولا اي حاجه من دي. بس هي كان مستعجله عليه، فهو اتعمل في نفس اليوم واشتغلت فيه بعدها ب4 ساعات على طول. خلاص. بس وصفة سهلة وجميلة قوي. يلا بقى نشوف الوصفة بتاعتنا احنا هنعملها ازاي. وطبعا يا جماعة الكيك البيتي طعمه حاجة كده تحفة، جربوا مش هتندموا. الاوردر النهاردة احلى تورتايه مقاس 24، كان عيد ميلاد، فانا قلت اعمله معاكم ان شاء الله. ابدأ بقى بالكريم شانتيه معايا الاول. انا معايا هنا كوبايتين، 3 كوبايات ميه متلجه. خلاص. كل كوبايه كريم شانتيه بتاخد معايا 1.5 كوبايه ميه متلجه فيها قطع تلج. شايفه؟ يعني قطع تلج بس تكون رقيقه مش تخينه، عشان ما تكسرش العجان او المضرب بتاعك الكهربائي. وبعد كده ابدا احط 3/4 كوبايه سكر. وطبعا انت لو حابه تزودي معلقتين او تقللي معلقتين، بتزودي او تقللي حسب الذوق وحسب انت ما بتحبي. بدات بالمضرب، ضربتهم شويه لحد السكر ما داب. وبعد كده حطيت معايا الكريم شانتيه بتاعي، انا مستخدمه كريم شانتيه ريتشي. خلاص، ريتشي المتحده تحفه، وبيرمي معاكي كميه محترمه قوي، وطعمه يعني غني كده في نفسه، وطعمه جميل بصراحه. ابدا بقى اضرب بالمضرب بتاعي بالويسك اهو. ابدا اضرب بقى على الهادي شويه الاول عشان ما يطرش في المطبخ. وبعد كده ما تندمج الكريم شانتيه مع الميه، ابدا بقى اعلي السرعه بتاعتي على اعلى سرعه. وطبعا انا ضفت معايا معلقه كبيره مليانه حليب بودره. بس هي ما اتصورتش معايا، بس انا ضفت معلقه كبيره حليب بودره عشان تدي كده طعم دسم وحلو للكريم شانتيه بتاعي. بدأت بقى ان انا اضرب. انا عايزه اوريك المراحل كلها. هو طبعا شايفه قد ايه هو حاجه صغيره جدا في العجان بتاعي، يعني يا دوبك الويسك طايله. عليت السرعه معايا، وهتبدأي بقى تشوفي الارتفاع قد ايه بيزيد. شويه شويه هيزيد معايا في الدورق بتاع العجان. شايفه كل شويه بيزيد، بسم الله ما شاء الله. شايفه الكميه زادت قد ايه، يعني خلاص قربت تملى الدورق كله. ما شاء الله، اللهم بارك. خلاص ضربت الكريم شانتيه معايا. انا جبت القاعده الدواره، وجبت القاعده اللي انا هحط عليها، وده طبقه الكيك. انا مش بحب اعمل طبقه كيك تخينه قوي، يعني بحب اعملها متوسطه. انا بعملها على رقم 8 في سكين المنشار. وكريم شانتيه معايا شايفه قد ايه تقيل وجميل وحلو. عشان يبقى سهل معاك في الفرد، ما تخلوش جامد عن كده، هو كده كويس. خلاص بدأت ان انا اقفل طبقه الكريم شانتيه على طبقه الكيك معايا. وطبعا انت اللي بتحبيه بقى بتحشي بيه. انا قطعت قطع فراولة كده في اول طبقة، وحطيتها على اول طبقة. وبعد كده ابدأ احط الطبقة التانية بتاعة الكيك معايا، وتضغطي كويس قوي عشان تعشق كلها ببعضها، ضروري اول خطوة دي. وبعد كده برش رشة ده السي اللي بعمله للكيك، اللي بيديله طراوة او بيخليه طعمه حلو. زي ما انتوا عارفين انا عملته معاكم وقلت لكم عليه قبل كده. بحط كوبايه سكر، كوبايتين ميه يغلوا على النار، وبحط عليهم عصره ليمونه. وبعد كده بطفي، بحط رشه فانيليا، وبحط معلقه كبيره لبن بودره، وبقلبه تقليبه كويسه خالص، وادوبهم في بعض، وببدا ان انا ارش بيه. دي مكسرات معايا، بدات ان انا اعمل بيها الطبقه التانية بتاعه الكيك بتاعتي. وبعد كده ببدا اجيب طبقه الكيك التالتة، بحطها. واهم حاجه ان انت تتكي بايدك كده تظبطيها، اي حته عاليه حته واطيه بتظبطيها كلها تبقى سوا واحد، وبتندمج مع بعضها وبتضغط، عشان الكيك بتاعك بعد كده ما يتزحلقش، ما يتحرك او يتحط في تلاجة او كده، يعني يستحمل معاك النقل. وبدات افرد طبقه الكريم شانتيه فوق طبقه الكيك زي ما احنا شايفين. وبعد كده احط بقى الحشوه، اللي لو حابه تحطي فراوله برضو حطي، حابه تحطي مكسرات تانية حطي. انا بقى حطيت جناش من احنا بنعمله الاقتصادي،
حطيت برضو طبقة دي بحيث يبقى كل طبقة كده لها طعم مختلف عن التاني، يبقى طعمها حلو قوي. وبعد كده حطيت بقى الطبقة الأخيرة من الكيك، هي اتكسرت معايا وأنا بشيلها، بس أنا عادي حطيتها خلاص ولا بانت ولا أي حاجة خالص. كريم شانتيه طبعا بيخليها تمسك في بعضها وتندمج مع بعضها. بدأت ان انا حطيتها وحطيت عليها كريم شانتيه وطبقة الفراولة برضو، وبعد كده اخر طبقة احطها. طبعا بسم الله ما شاء الله، الكيك قطع معايا 5 طبقات حلوين، الطبقات كويسة. إيه لو انت طبعا حابة تخني الطبقات على كده ممكن تعمليه 4 ديسكات، بس انا عاملاه 5 ديسكات وعاملاه يعني متوسطة الحجم، يعني مش تخينة قوي. طبعا العسل ما ننساهوش اللي هو السقي، انا كنت ناسياه بس انا حطيت رشة برضو في الطبقة الاخيرة. وبعد كده حطيت اخر طبقة من ديسك من الكيك، ورشيت عليه برضو العسل بتاعي. وابدأ بقى ان انا انضف بقى كل الفرافيت بتاعتي ديت والطروف. بسوي الكيك معايا زي ما احنا شايفين. ضروري قوي الموضوع ده يا جماعة عشان تبقى سهلة معاكي في زي ما تيجي تجلسي التورتاية. كل اللي انت شلتيه ده بيساعد ان التورتاية تتجلس معاكي بكل سهولة. انا شلت بقى كل الجناب ونضفتها كويس قوي، شلتها ومش هتترمى طبعا، ده بيتعمل بها كبات بتبقى تحفة جدا وجميلة جدا. وبدأت بقى اجيب الكريم شانتيه بتاعي وبدأت اجلس التورتاية زي ما احنا شايفين. وضروري قوي ان يكون الكريم شانتيه اللي هو تخين قوي، يعني سمكه تقيل قوي معاكي، ولا هو خفيف قوي. لا، سمك الكريم شانتيه بيبقى في المعقول، يعني مناسب، يعني ان هو يتفرد معاكي بسهوله على التورتايه. وناس كتير بتيجي تضرب الكريم شانتيه بتقابلها مشكله وتقول لي الكريم شانتيه معايا بيمط. ده يا جماعه ده هو مش مشكله في عمايلكم خالص ولا عيب في عمايلكم، هو نوع الكريم شانتيه ده بيبقى مش كويس ورديء جدا. بتيجي تضربيه بتلاقيه فيه لمعه جامده كده وعامل زي كريمه وتلاقيه بيمط معاكي. اعرفي بقى ان الكريم شانتيه ده نوعيته مش كويسه اساسا، هو مش كويسه مهما تعملي فيه وتصلحي فيه وتضربي فيه، هو مش كويس معاكي، يعني مش هيبقى كويس ولا هيديك النتيجه اللي انت عايزاها. طبعا ابدا بقى اداري كل الدفوهات والحاجات اللي مقابلاني في التورتايه، ببدا اداريها بكريم شانتيه. انا ببطئ معاكم الدنيا خالص، مش بعمل بسرعه عشان يعني اللي هو بقى حبايبي اللي بيسالوني ازاي اجلس التورتايه. انا برضو انا مش بروفيشنال قوي يعني في التجليس، انا يعني ايديا مش لسه ما خدتش عليها قوي، بس الى حد ما الحمد لله بقدر اظبطها كويس وبسويها كويس. ومهم قوي يا جماعه، وانت لو انت بتعملي مش في جو ساقعه، مش في جو حر، ان انت يبقى جنبيكي لو الجو ساقعه زي دلوقتي لازم يبقى جنبيكي حاجه فيها ميه سخنه قوي او ميه بتغلي. بتبداي تحطي السكريبر بتاعك في الميه اللي بتغلي دي عشان تجلسي وش التورتيه وتبقى ناعمه معاكي وكويسه. خلاص انا بدات بقى انا لما التورتيه بتاعتي واظبطها. وبعد كده جبت الورق الفاكيوم ده ورق بيتباع في محلات مستلزمات الحلواني. بسم الله ما شاء الله، زي ما احنا شايفين التورتيه عاليه جدا، فانا جيت احطه لقيت حجمه مش جايب، فانا قلت لا انا اسيب الفراغ الزياده ده تحت، وكده كده انا عامل وردات كريم شانتيه من تحت فمش هتبان. واخلي الشكل بتاعها من فوق هو اللي يعني الفصونات كده والدورانات دي باينه بتبقى شكلها حلو جدا. بدأت بقى ان انا اقسم التورته بتاعتي 4 من فوق عشان كل ربع يعني ازوقه بطريقه معينه وبشكل معين. ابدا بقى ان انا اجيب معاكي الموضوع بقى ايه براحتك خالص، شوفي انت هتعملي ايه وهتحطي ايه على الوش، ده يرجع لذوقك انت واللي انت عايزاه. انا بالكريم شانتيه بدات ان انا اعمل الاول وردات كده على الوش، قسمتها 4. وبعد كده جبت كور الشوكولاته بقى الكريسبي، جبت الابيض والشوكولاته. وبعد كده كان عندي الجناشف الشوكولاته الاقتصادي اللي انا حشيت بيه التورته من جوه. هبدأ برضو احشي ربع معايا، ومعايا الربع التاني انا عملته بفراولة، طرنشات الفراولة. حطيتها ورصيتها وعملتها بملمع. ودهنت بقى الوش عشان يدي لمعة كده ويبقى شكله جميل. وطبعا الفراغ اللي تحت برضو انا زي ما شايفين انا عملت وردات من الكريم شانتيه عشان اداري اي فراغ كان موجود تحت. والشوكولاته بتاعتي ده الجناش الاقتصادي اللي انا عاملاه في البيت، بس طعمه تحفه وجميل جدا. وطبعا اللي جربه معايا على القناه عارف ان هو سهل وبسيط خالص، الى يعني ابسط ما تتخيلي. لو عندك بنوته صغيره تقدر تقوم هي تعمله لوحدها.
وده الكريسبي الشوكولاته الابيض حلو قوي وشكله شيك قوي، بيدي جمال كده للكيك او التورت. بتبدأي بقى تحطي بمزاجك وبذوقك، في حاجات كتير ممكن تحطيها يعني مش شرط ده، وممكن تعمليها كلها فواكه اربع، كيوي مانجا فراولة. طبعا يرجع لك بقى ايه موضوع الذوق ده، دي أذواق وكل واحد ليه ذوق يختلف عن التاني. فالفينش ده بقى من ذوقك انت، بس انا بس بديك افكار، يعني احنا بنقرا مع بعض افكار بعض وبنشوف ايه احنا يعني اللي عنده فكرة يقولها للتاني ويقدر اللي هو ايه يساعده بيها. الربع الاخير بقى ده اللي بقولك انا مقطعه طرنشات فراولة، هبدأ احطها فيها. شايفين بتدي بقى بتنطق التورتايه كده، هي كان اللون كان يعني اللون كان كده كله ماشي رتم واحد. الفراوله جت كسرت اللون شويه، نطقت اللون شويه بتاع التورتايه، بقى شكلها من فوق حلو قوي. ومعايا كده علبه بقى النوتيلا كده صغيره، دي بتتباع برضه في محلات مستلزمات الحلواني. ابدا بقى ان انا احطها في نص التورتايه كده، بتدي شكل جميل وشياكه كده، بتبقى حلوه وملفته للاطفال قوي. اهي كيوت خالص وبتبقى جميل خالص وشيك خالص. ومعايا بقى فوق الجناش حطيت شوية مكسرات بندق كده زي ما احنا شايفين، برضو شكلها حلو قوي، وبتليق ان هي محشية فيها مكسرات من جوه فلايقة عليها جدا، وبيبقى طعمها حلو يعني وشكلها حلو طبعا. طبعا التورتيه يا جماعة كانت جميلة وتحفة، والست عجبتها جدا اللهم بارك، وقالت خفيفة بدرجة مش معقولة، يعني خفيفة جدا. خلاص انا خلصت التورته معايا خلاص، يا دوبك كده بفنش بقى شويه حاجات كده من على الوش بقى انتي تعمليها بتزيدي بقى جمال في التورتايه، بصي كل لمسه انتي بتعمليها بتظهر التورتايه اكتر. ومعايا هنا شريط ستان، شريط الستان ده انا بجيبه من محلات الخيوط والابر والحاجات دي. انا بجيبها على حسب لون التورتايه. انا كنت عاجبها حمرا بصراحه زي الفراوله، بس انا قلت لا الورق الفاكيوم مش هيليق معاه الاحمر، اللون ده هيليق معاه احلى، هيبقى شكله شيك. فانا جبته وعملته فيونكه كده جميله ورقيقه خالص، واوردر سهل وبسيط، ويا رب اكون اعطيتك فكره كويسه النهارده تقدري تنفذيها في اي اوردر عيد ميلادي يتطلب منك، يعني تجديد وبنغير في شكل التورت عشان الشكل التقليدي اللي احنا متعودين عليه نغيره شويه. ونقدم لبعض أفكار حلوة وجميلة نقدر إن إحنا نستفاد بيها، ويا رب يفتح لكل حد عامل مشروع أوردرات فتحة خير يا رب. لو عجبك الفيديو بتاعي النهاردة وكان سهل وبسيط، ما تنسينيش في لايك حلو وشير واشتراك في القناة. أنا نجوى ودي قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.